ليه بنتعصب على اولادنا بدون سبب واضح؟ ابنك بيعمل حاجه بسيطه، حاجه المفروض تكون عاديه، بس فجاه بتلاقي نفسك انفجرتي فيه، بتزعقي، بتتعصبي، ورد فعلك اكبر بكتير من حجم الموقف. يا ترى ليه؟ هو فعلا اللي بيستفزك ولا في حاجه اعمق جواكي هي اللي مستفزاكي؟ الموضوع مش تصرف ابنك دلوقتي، الموضوع متعلق بحاجه اقدم من كده، حاجه حصلت لك وانتي صغيره، حاجه خلتك تحسي انك لازم تكوني طفله كويسه عشان تتقبلي من اللي حواليكي. كلنا كنا اطفال في يوم من الايام وسمعنا جمل زي مش وقتك، اسكتي دلوقتي، مش مهم اللي انت حاسه بيه. وكبرنا واحنا بنحاول نكون الاطفال الصح، اللي مش بيزعجوا الكبار، اللي مش بيعترضوا، اللي مشاعرهم دايما تحت السيطره. لما بنتعصب على اولادنا اوقات مش بنتعصب عليهم هم، احنا بنتعصب على الطفل اللي جوانا، الطفل اللي اتقال له زمان مش وقتك، بطل دلع، ليه حاسس كده، واحنا ما خدناش بالنا، بس كل اللي عدى علينا ساب علامه جوانا. والمشكله الطفل اللي قدامنا مش بس بياخد رد الفعل، هو كمان بياخد المشاعر اللي وراه. لو عاش في بيت كله توتر هيكبر متوتر، اما لو عاش في بيت كله تفهم هيكبر عارف يعبر عن نفسه بدون خوف. الموضوع مش عن الطفل بس، الموضوع عنك انت كمان، لان اللي بنتجاهله جوانا بيظهر في طريقنا مع اولادنا. ولما بنفهم نفسنا اكتر بنعرف ناخد خطوه لورا قبل ما نكرر نفس الدايره. علشان كده كل ما فهمنا نفسنا اكتر كل ما بقينا مربيين اهدى واوعى.